شركة شاومي أطلقت هاتف اقتصادي مفروض إن هو هاتف يكون رخيص وبيقدم مواصفات كويسة. فهل الهاتف ده النهاردة هيقضي الغرض وهيكون فعلا مواصفات كويسة مقابل سعر كويس ولا في الفاضي؟ أهم حاجة زي ما بقول دايما اللايك والاشتراك، عايزين نوصل 200,000 مشترك في نهاية السنة وانتوا اللي هتساعدونا بكده، فاللايك والاشتراك هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نبتدي. ويا أهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف شاومي بوكو M6 4G. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، وكمان المقارنة اللي بتكون في النهاية. ولكن زي ما قلت اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبتدي. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع أفضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. نشوف أول حاجة تصميم الهاتف. تصميم الهاتف هنا شكله حلو، يعني مش حاجة وحشة ولا هو حاجة مبهرة قوي، لا تصميم بسيط وشيك وكويس الصراحة. ظهر الهاتف بيجي من البلاستيك مع فريم من البلاستيك برضو. وعلى طول نخش على الشاشة اللي هنا بتيجي بحجم 6.79 بوصة مع جودة فول HD بلس وبدقة 2460 في 1080 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 396 بكسل لكل انش، والشاشة IPS LCD ومعدل تحديثها 90 هرتز. والشاشة هنا تعتبر على فئة وسعر الهاتف هي كويسة، ولكنها مش الأفضل، يعني كانت مفروض تكون في السعر ده أموليد الصراحة. هي الصراحة مش وحشة، هي هتقدم أداء جيد وكويس مع 90 هرتز، ولكن بالنسبة للهواتف المنافسة فهي مش الأفضل وكانت مفروض تكون أموليد. وعلى طول نخش على أداء الهاتف أو المعالج. المعالج هنا هو ميدياتك هيليو جي 91 ألترا اللي بيجي بدقة تصنيع 8 نانو، والمعالج ده بيعادل أداء معالج ميدياتك هيليو جي 88. المعالج هنا متوسط، هيمشي الدنيا برضه ولكنه مش الأفضل، يعني هيمشي الدنيا، استخدام خفيف، تصفح، ألعاب خفيفة، يوتيوب، فيسبوك، مكالمات، وهيشغل عادي ألعاب زي بابجي، ولكن مش هتكون أفضل حاجة. فزي ما قلت المعالج هيمشي الدنيا ولكنه مش الأفضل في السعر ده، وكان المفروض يكون زي المنافسين اللي احنا هنتكلم عنهم في نهاية الفيديو. بالنسبة لنسخ الهاتف، الجهاز بيجي بنسختين، واحدة 128 جيجا مع 6 جيجا رام، والتانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام. والجهاز هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي لغاية 1 تيرا في منفذ مخصص. الجهاز بيجي باتنين كاميرا خلفية، الأولى 108 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية 2 ميجا بكسل ودي لعمل العزل. وهنا تقدر تصور فيديوهات من الكاميرا الخلفية جودتها فول HD 30 فريم في الثانية. وكاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 13 ميجا بكسل وبرضه بتصور فيديوهات فول HD 30 فريم في الثانية. بطارية الهاتف هنا جايب حجم 5030 ملي أمبير، بطارية الصراحة كويسة وهتاخد منها أداء كويس، بالإضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 33 واط، ودي سرعة كويسة في السعر ده. الهاتف هيجي من العلبة باندرويد 14، والهاتف بيدعم NFC، وكمان بيدعم منفذ السماعات ومنفذ الشحن بيجي من نوع تايب C. سماعات الجهاز ما بتدعمش الاستيريو، وده يعتبر طبيعي شوية على فئة الهاتف. ألوان الجهاز هما الأسود والفضي والبنفسجي، والجهاز بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور. معلش ثانية من وقتك، وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقية، معلش ثانية من وقتك اعمل اشتراك لقناة موبي سي، احنا بنتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده وبياخد وقت ومجهود، فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني ولكن هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نكمل. طيب بالنسبة لمميزات الهاتف، فالبطارية والشحن السريع كويسين جدا على فئة الهاتف، برضو الكاميرا 108 ميجا بكسل في السعر ده فهي كويسة. طيب بالنسبة للعيوب، فزي ما قلت الشاشة 90 هرتز جودة 1080 هتمشي الدنيا، ولكن كانت مفروض تكون من الأفضل أموليد في السعر ده. برضو المعالج هيمشي الدنيا ولكنه مش الأقوى في السعر ده، وفي هواتف تانية في نفس السعر بتقدم معالجات أقوى، وهنتكلم زي ما قلت عن ده في النهاية في المقارنة. طيب دلوقتي بعد ما شفنا كل حاجة عن الهاتف وقبل ما نخش على المقارنة، خلونا نعرف سعر الهاتف. بس خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية مجرد اسعار احنا متوقعينها، لان الجهاز لسه منزلش مصر ولا السعودية. الاسعار دي لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام.
الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر $130، السعر المتوقع في مصر 7000 جنيه، والسعر المتوقع في السعودية 550 ريال. طيب كده حلو قوي وكويس، ولكن لو انا مش عاجبني الموبايل ده، ايه المنافس بقى بتاعه؟ هقول لك عندنا هاتف سامسونج جالاكسي A15 ال 4G. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف شاومي بوكو M6 4G. فاحنا هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين، ولكن قبل المقارنة احب اقول لك ان احنا في القناة عملنا مراجعة لهاتف سامسونج جالاكسي A15 4G، لو تحب تشوفها هتلاقيها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجه هنقارن المعالجات، وهنا معالج شاومي هو ميديا تك هيليو جي 91 الترا، ومعالج سامسونج هو ميديا تك هيليو جي 99، وهنا معالج سامسونج بيتفوق بجداره. الاتنين بيقدموا شاشه جودتها فول اتش دي بلس او 1080 ومعدل تحديث 90 هرتز، ولكن شاومي اي بي اس ال سي دي نوعها، وسامسونج شاشه اموليد. فهنا طبعا سامسونج تتفوق. شاومي بيدعم شحن السريع 33 واط وسامسونج 25 واط، وهنا شاومي تتفوق. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الفرق ما بين الجهازين في الاسعار، بس خد بالك ان سعر شاومي ده متوقع زي ما قلت، ولكن سامسونج ده سعر رسمي. سعر شاومي المتوقع نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 7000 جنيه. سعر سامسونج الرسمي في مصر نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 7000 جنيه. في نهاية الفيديو لو عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمله مراجعة، اكتب اسمه في التعليقات، ومستني رايك في هاتف شاومي بوكو M6 4G. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.